تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمل الفداء مر السلطان بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأحد فاتح مارس الجاري من توقيف مواطن من جنسية سودانية يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك لاشتباهه في تورطه في تبادل الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة والإيذاء العمدي. وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد باشرت عملية أمنية على إثر تسجيل خلاف بين مهاجرين غير شرعيين وبعض الأشخاص، تطور إلى تبادل للعنف والرشق بالحجارة مما تسبب في تسجيل بعض الخسائر المادية في ممتلكات خاصة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت عملية التشخيص والتمشيط متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. نشكركم على حسن المتابعة، في فيديو قادم بإذن الله.